الفراولة حلوة قوي الفترة دي وكتيرة، بناء عليه هنعمل النهاردة احلى مربى فراولة في البيت بمقادير مظبوطة. هقول لكم ازاي تطلع معاكم بالقوام الحلو ده، وازاي كمان نظبط السكر بتاعها من غير بقى ما نضيف اضافات كتيرة. هنعملها النهاردة بمكونين اتنين بس، وهتاكلوا احلى مربى فراولة في البيت. مربى الفراولة من احلى المربات اللي ممكن تعملوها والكل بيحبها، وكمان بتبقى لذيذة كده على الفطار او في السحور في رمضان. تعال نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة معايا 2 كيلو من الفراولة، انا جبتها طبعا وشلت الجزء اللي بيبقى فوق ده وغسلتها كويس جدا. وطبعا صفيتها من المية اللي فيها. بعد كده في الحلة بقى اللي انا هعمل فيها المربى على طول، هبتدي اجيب الفراولة بالشكل ده، هقسمها بشكل طولي، وبعد كده هقطعها قطع زي ما انتوا شايفين كده. انا بحب الفراولة او المربى الفراولة في الاخر يكون فيها قطع. فانا هعملها يعني هقطعها، لا هي قطع كبيرة ولا هي قطع صغيرة قوي، يعني بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. هغسل الكمية كلها زي ما انتوا شايفينها وهقطعها بالشكل ده. ممكن كمان تضاعف الكمية، يعني بدل 2 كيلو فراولة ممكن تعملي 4 كيلو عشان تعمل معاكي كمية اكتر، او تجربي في 2 كيلو في الاول زي ما انا هقولك دلوقتي. وهقولك مقادير السكر المظبوطة اللي تخليها حلوة معاكي. قطعت الفراولة بالشكل ده الكمية كلها اللي معايا. بعد كده ال 2 كيلو فراولة هياخدوا كوبايتين كبار من السكر، كوبايتين. ممكن لو انت عايزة تضيفي اكتر تزودي يبقى كوبايتين ونص، مش اكتر من كده. لكن انا بصراحة بضيف كوبايتين بس من السكر. ضفت الكوباية الاولانية ودي الكوباية التانية، والكوبايتين دول بيخلي طعمها مظبوط والسكر بتاعها مظبوط جدا في الاخر. بعد كده بقى هرش رشة بسيطة اوي من الملح علشان تعدل معايا الطعم، وهسيبها بقى في التلاجة. ممكن تسيبيها ليلة كاملة او تسيبيها مثلا 4 ساعات، وبعد كده تبتدي تسويها على طول. انا بصراحة كان عندي وقت فسبتها ليلة كاملة في التلاجة لحد بقى ما نزلت كل السوائل اللي معانا بالشكل ده. بعد كده هنرفعها بقى على النار، على نار وسط في الاول لحد ما تبتدي ان هي تغلي معانا بالشكل ده. ما بنغطيش الحلة خالص علشان هي بتفور. فبنسيبها كده في الحلة من غير ما نغطيها. وبعد كده بنشيل بقى الريم بتاعها اللي بيطلع على الوش بالشكل ده. هي اول ما تغلي معانا كده بيطلع الريم ده، نحاول ان احنا نتخلص منه كده بالشكل ده بالمعلقة كده، ونشيل الكمية دي كلها. اول ما تغلي بقى معانا بالشكل ده بنهدي النار خالص على اهدى نار عندنا. وبعد كده بنضيف في الاثناء دي بنضيف عصير ليمونة كاملة، او بنضيف ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون كمادة حافظة. وكمان ملح الليمون او الليمون معانا بيقعد معانا قوام المربى، فضروري جدا. بنسيبها بقى على نار هادية جدا. بتاخد كمان بعد الغليان ممكن تاخد ساعة او ساعة وربع على نار هادية خالص لحد ما القوام يبتدي يتقل معايا. في ناس بقى بتحبذ ان هي تضيف باكو من جير الفراولة. انا بصراحة ضفته قبل كده لكن غير لي من طعم الفراولة في الاخر فما حبيتوش. انا بعمل مربى فراولة طبيعي، فعايزة يكون الطعم طعم فراولة اصلي، مش عايزة حاجة تبقى بطعم الجيلي. فاهمين قصدي؟ يعني طعم الجيلي ضغى على طعم الفراولة في الاخر. باخد معلقة بقى على طبق بالشكل ده. اول ما احس ان السوائل اللي في الفراولة وصلت لقوام مثلا العسل الابيض كده، بتبقى خلاص هنا المربى استوت معانا. وطبعا بتقصر للنص زي ما انتوا شايفين كده، وبسيبها بقى تهدى، بسيبها تهدى شوية. وبغرف معاكم طبق اهو عشان اوصل لكم ازاي تشوفوا قوام المربى في الاخر. ده القوام المظبوط الحلو ليها. وعلى فكرة هي كده وهي كانت لسه سخنة، يعني كمان كل ما تبرد كل ما هتتقل معاكم. فما تقلوش القوام عن كده علشان ما تبقاش يعني السكر بتاعها ما يبقاش عالي قوي وما تبقاش متماسكة وناشفة جدا. القوام ده حلو جدا. ببتدي بقى اجيب البرطمان. كان عندي برطمان ازاز بعقمه، بحط فيه مية بتغلي، وبعد كده بنشفه كويس جدا. وببتدي بقى اضيف كل كمية المربى اللي معايا. ال2 كيلو من الفراولة عملوا البرطمان ده، وعملوا كمان الطبق ده، يعني تقريبا عملوا كيلو وربع من مربى الفراولة البيور الطبيعية جدا من غير اي اضافات. احنا لا ضفنا جيلاتين ولا ضفنا جيلي ولا ضفنا اي مكونات. هو يعتبر المربى سوري الفراولة والسكر والليمون وبس. يعني اي مربى تعملوها اعملوها بالطريقة دي علشان تديلكم طعم الفاكهة الطبيعية اللي انتوا ضايفينها في الاخر.
هنا بقى اوريلكم ازاي حلوة في السندوتشات، تنفع كده في السندوتشات على الفطار او بقى على السحور. مش عايزة اقول لكم انا طبعا عملت معاكم الطعمية والفول والنهاردة المربى، يعني تقريبا جزء كبير من السحور عملناه سوا. قدموها كده وبألف هنا وشفا يا رب على اللي هيجربها. يا سلام بقى لو مع السندوتش ده كمان معلقة من القشطة بتبقى تحفة جدا. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.